سابق ربما الانتخابات التشريعية التونسية وضعت حزب نداء تونس الليبرالي في المركز الأول. إذن حكومة ليبرالية أو حكومة توافقية بطابع ليبرالي ستكون هي المتصدرة في المشهد. كيف سيؤثر هذا الأمر على الساحة الليبية؟ كيف سيؤثر نفسيا وعسكريا ولوجستيا وعبر كافة أشكال الدعم المقدم إلى الحكومة المؤقتة برئاسة الثني؟ أعتقد أن الأمر يعني هو جميع ما ذكرت، يعني سيؤثر في كل هذه الاتجاهات. في ليبيا عندما بدأت الانتخابات لم تكن مثل مصر وتونس. في مصر وتونس استأثرت التيار الإسلامي السياسي على الحكم في كلتا الدولتين عن طريق صناديق الانتخاب. يعني انتخبوا الإخوان في مصر وانتخبوا الإخوان في ليبيا. في ليبيا أبدا، في ليبيا في أول انتخابات لم ينجح الإخوان، واكتسح التيار الوطني المدني الديمقراطي الذي يؤمن بهوية الدولة والوطنية، لأن لعلم الناس أن هذا التيار لا يخدم هوية الدولة والدولة. نعم. وعندما تكررت التجربة في ليبيا أيضا تضاعفت الهزيمة لهذا التيار، لم ينجح على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم ذاقوا من هذا التيار الأمرين في فترة الثورة وحتى قبل التحرير. حتى قبل التحرير بدأوا هؤلاء مسألة التمكين ومسألة التربص بالمناصب والصراع السياسي منذ قبل التحرير. بدأ في ليبيا عن طريق هذه الجماعات التي أول من أسست حزب سياسي لتقفز فوق سلطة، وأدخلت البلد في أتون الفوضى عندما اعتمدوا الأحزاب السياسية قبل حتى أن تبدأ أو تباشر العملية السياسية ويكون لدينا قانون للأحزاب السياسية. في تونس عندما نجح حزب النهضة ماذا حدث في تونس؟ نفس الإشكاليات، نفس المشاكل، لأن هذا هو التوجه. هذه جماعة الإخوان سواء في تونس في ليبيا في مصر هو تنظيم دولي. هذا ديدنهم وكذا، يوعدون شيئا ولا يحققون من الوعود شيء كما حدث في مصر.